السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، اتفقنا نكون أصدقاء. زين. اليوم راح أجيكم قصة حصلت معي. مثل ما قلت لكم أنا دائما أجيب قصة من الواقع، من واقعنا، من بيئتنا. واحد من الربع الله يذكره بالخير، كان يحب وحدة ودام يخطبها، يصير حق أبوها يخطبها وأبوها يرفضه، يخطبها وأبوها يرفضها. ليش ما أعرف حقيقي يعني. زين. والمشكلة بعض الأحيان مش من الشباب اللي يقول والله الشباب، لا، بعض الأحيان حتى من الآباء. بعض الأحيان تكون مشكلة، يا أخي من جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. يعني كذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ليش أنت تعارض وحالتك حال وتسوي فيها؟ المهم هذا الرجال يوم من الأيام اتصل عليه الساعة 12 من الليل، زين، وكان يبكي. أنا أول مرة أشوف يبكي. اللي يقول لا والله هالأيام ما حب، لا، في حب والأمور طيبة. زين. قلت له خير شوفك؟ قال لي فلانة بتعرس. قلت له خير خلاص بتعرس، ما من نصيبك يا ريال. زين، ما من نصيبك. قال كيف ما من نصيب وانا اباها وانا. قلت لي يا ابوي ما من نصيبك، انت تباها، فلان يباها، علان يباها. في النهايه الشيء اللي الله سبحانه وتعالى كاتبنه هو اللي بيصير. زين. وهاي البنيه لو لك، لو حقك، لو الله سبحانه وتعالى كاتبنه لك، لو ابوها صعد فوق ونزل تحت، صدقني بتاخذها. الله سبحانه وتعالى ما راد، ان شاء الله لو تبكي شنط ها مال ذهب ومش عارف ايش وسوف تعطيه ابوها. نو واي، قلت اخواننا الانجليز اصدقائنا مش اخواننا، هم ترى مو بعرب. المهم انتهت السالفه هذه بعد شهرين كذا يعني. قال لي قم. قلت خير شلونك عندك؟ زين. قال نروح نصير حق ابو فلانه. قلت ابو فلانه خلاص راح يغنك ترى، ما يباك يا ريال. يقول لي خلاص روح، وبعدين انت قلت انها عرست او انها بتعرس او شو سالفته. قال لا خلاص يا ريال، خلاص شو اسمه العرس راح. قلت كيف راح؟ خبرني. قال يا طويل العمر هذه بعد شهرين كذا يعني. قال لي قم. قلت خير شلونك عندك؟ زين. قال نروح نصير حق ابو فلانه. قلت ابو فلانه خلاص راح يغنك ترى، ما يباك يا ريال. يقول لي خلاص روح، وبعدين انت قلت انها عرست او انها بتعرس او شو سالفته. قال لا خلاص يا ريال، خلاص شو اسمه العرس راح. قلت كيف راح؟ خبرني. قال يا طويل العمر في ليله العرس، تخيلوا يا جماعه الخير، في ليله العرس ظهر ان اهل العروس زادوا كمين واحد من المعازيم. ما هل المعرس ما كانوا عارفين عنهم شيء. زين. صارت الخبصه بين ام المعرس وام العروس. راحت ام العروس خبرت ابو العروس، راح ابو العروس خبر سموه ابو المعرس، راح ابو المعرس خبر اخوان المعرس، احتشروا كلهم. زين. راحوا اسمه هذا اهل المعرس راحوا حق اهل العروس، احتشروا بعد نفس الشيء. راحوا ايران العروس، زين، احتشروا مع ايران المعرس، وصارت حشره بحشره، وروح الزواج انتهى، خلص فركش مثل ما يقولون. زين. وراح سيد الريال اللي هو ربيعي راح اخذها وتزوج البنيه، والحين عندي ثلاث عيال منها. فهيك مره قلت له فلان ترى ها شو كيف؟ قال سبحان الله. قلت شوف مثل ما قلت لك انسان، احنا ترى مش مخيرين، احنا ترى مش مخيرين ابدا، احنا مسيرين اراده الله سبحانه وتعالى. شيء لك بتاخذه، مو بلك والله. لو تجمع جيوش الين والهند والسند مثل ما يقولون ما راح تاخذه. النهايه اعزائي الشيء اللي كنت بقوله من هالقصه هي كلها. زين. الشباب فيهم الخير، شبابنا فيهم الخير. زين. الآباء الله يهديهم ويبارك فيهم، شوي يخففوا. زين. وهلا في الشباب. زين. وهلا في بناتهم. وترى مجتمعنا فيه خير، لأن نحن مجتمع خير. وحياكم الله.